اليوم راح نعمل خبز البرجر الاحترافي هش وطري طراوي مو معقولة بدون بيض وبدون زبدة. يعني الوصفة اقتصادية وسهلة ومضمونة 100%. بتعرفوا ليش؟ لأنها طريقة الشغل بالمطاعم، بس هالمرة راح أقدم لكم إياها خطوة بخطوة وبكل أسرارها. بس قبل ما نبلش اكتبوا لي بالتعليقات من وين عم بتتابعوني، ويلا نقول بسم الله ونبلش. بالعجانة أو بوعاء العجن بنحط كوبين من الحليب الدافي، لازم يكون دافي مو سخن مشان ما تموت الخميرة، ومنضيف فوقهم ملعقة كبيرة ونص خميرة فورية وملعقة كبيرة سكر. نخلطهم شوي بس لحتى يدوب الخميرة وتنخلط مع الحليب. بعدين بنضيف ملعقة كبيرة من خل الأبيض. يا جماعة الخل مع الحليب بيعطينا نتيجة بتشبه اللبن الرايب، وهذا هو السر الأول لطراوة العجين بدون زبدة. ومنضيف نص كوب من الزيت النباتي وبنخلطهم كتير منيح. وهلا منضيف المكونات الجافة 5 أكواب من الطحين، ومنضيف فوقهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقة صغيرة ملح. لا تنسوا بيكنج باودر، هذا هو السر الثاني يلي بيخلي الخبز هش وخفيف. ومنبلش نعجن كتير منيح، بدها عجن شي 10 دقايق بالعجانة أو ممكن نستخدم إيدينا، ما في أي مشكلة. لازم نضل نعجن لحتى العجينة تصير معنا متماسكة وطرية وناعمة. ندهن إيدنا بشوية زيت ومنلم العجينة ومنكورها. شايفين هذا هو ملمس العجين يلي بدنا إياه، لازم تكون طرية بس مو لزجة. ندهن العجينة والوعاء بشوية زيت، منغطيها ومنحطها بمكان دافي لحتى تختمر وتنتفخ وتصير ضعف حجمها. ما شاء الله شوفوا لي شكل العجينة بعد ساعة منفوخة ومرتاحة وبتجنن. منطلع الهواء منها، بنضغط عليها ومنقطع العجينة ل 12 قطعة أو أكتر حسب حجم الخبز يلي بدنا إياه. لو بدكم خبز كبير سووها 10 بس. منكور كل القطع بين إيدينا ومنرتب شكلها لتصير كروية وناعمة. منجيب صينية الفرن المدهونة بالزيت أو ممكن المفروشة بورق الزبدة ومنحط قطع العجينة عليها، وبنترك مسافة بين كل قطعة والتانية، لسه رح يرجعوا يختمروا ما بدنا يلزقوا ببعض. منغطيهم ونتركهم يرتاحوا كمان نص ساعة تقريبا، لازم يتضاعف حجمها مرة تانية. بهالوقت بنحضر خليط التلميع، هاد هو يلي بيعطي الخبز لون ذهبي الحلو. ربع كوب حليب سائل مع ملعقة كبيرة من السكر أو القطر، بنخلطهم لحتى يدوب السكر تماما. وبفرشاية ناعمة بندهن كل القطع بالخليط يلي حضرناه بلطف مشان ما نخرب التخمير. ومنرش شوية سمسم محمص على الوجه، هالشي اختياري بس بيعطينا طعم وشكل مميز. مندخل الصينية على فرن محمي مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية. النار لازم تكون من تحت بس لحد ما تستوي الخبزات منيح وتنفش، بتاخد شي 20 ل 25 دقيقة. وبس نشوف الأطراف بلشت تشقر بنطفي من تحت ومنشغل النار من فوق بس لمدة 3 ل 4 دقائق تقريبا، بتتحمر وتاخد لون الذهبي الحلو. يا سلام شوفوا لي شكلها بعد الفرن، ذهبية ومنفوشة مثل الغيمة. السر الأخير والذهبي أول ما تطلع من الفرن وهي سخنة بندهن وجهها بشوية زيت أو الزبدة، هذا بيعطيها لمعان وطعم غني. والخطوة الأهم بنغطيها فورا بفوطة نظيفة أو كيس نايلون لمدة 5 دقائق، هالشي بيحبس البخار جوا الخبز وبيخليها طرية لأطول فترة ممكنة. شوفوا الهشاشة والطراوة يا جماعة، شي مو معقول، لازم تجربوها، لازم تجربوها هاي الوصفة لأن هي بتطلع طرية وبتتحمل حشوة البرجر وبتضل طرية لتاني يوم. وبالعافية عليكم مقدما. لا تنسوني من دعواتكم الحلوة، وحطوا لايك للفيديو وتعليق بسيط مشان أشوف تطبيقاتكم. وإذا لسه مو مشتركين بالقناة اشتركوا فورا ومشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة والمضمونة بإذن الله. كوبي اللي عم نستخدم بهاي الوصفة سعته 250 مليلتر. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. وانتظروني بوصفات جديدة. مع السلامة، في أمان الله.